الوزيرين، السيدات والسادة النواب، قبل لابد من إبداء ملاحظة. نناقش القانون المالي، ميزانية الدولة لسنة أو ل6 أشهر ما تبقى من السنة. لكن للأسف نناقش هذه الميزانية في غياب شبه تام لمكونات الحكومة. 39 وزير، وزيرين فقط السيد، ونحن لاحظنا سابقا بأنه هذه الميزانية يغلب عليه الطابع القطاعي. فهل السيد وزير المالية ستسهرون شخصيا على تنزيل وتنفيذ ومواكبة ومتابعة يعني القانون المالي على مستوى التنفيذ؟ إذن الله يخليكم، أتمنى بصدق وبشكل مجرد على أن نتجنب هذه العادة السيئة، وهي غياب الحكومة. هذه الوزارة ما يمكنش يسهروا معنا 10 سوايع في النهار، وانا على يقين بانهم ما راهمش في البيروات ديالهم كلهم الان. اذن نتمنى بالسيد الوزير المكلف بالعلاقات من البرلمان انكم تضيفوا شي اضافه في هذه الفتره من اجل تحميز السيدات والساده النواب وتحفيزهم اولا. وحنا كنناقشوا ميزانيه الدوله مع وزيرين، ماشي معقول، ماشي طبيعي. هذه عاده سيئه، ماشي عاد دابا، هذه مده، ولكن نتمنوا انها تصحح باجراءات صارمه. اذا هذه ملاحظه على الهامش السيد الرئيس. قبل ذلك تحيه خالصه، تحيه اجلال واكبار لكل المؤسسات الساهره على وحده البلاد وامن البلاد واستقرار البلاد، وتحيه خاصة لجنودنا خارج التراب الوطني الصاهرين على تثبيت الاستقرار والأمن في أفريقيا وغير أفريقيا، وخاصة تحية إجلال وإكبار للجنود المغاربة الذين أصيبوا في أفريقيا الوسطى البارحة. نتمنى لهم الشفاء، ونتمنى العودة السليمة للجند المفقود. فهؤلاء سفراءنا في هذه الدول، وبطبيعة الحال نتمنى لهم الشفاء العاجل. سعيد جدا أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2017، مركزا فقط على الجانبين السياسي والاجتماعي، تاركا للنائبة رفيع المنصور تناول الشق الاقتصادي والمالي. السيد الرئيس، نناقش مشروع القانون المالي برسم ما تبقى من السنة المالية 2017 في ظل وضعية سياسية لا زالت مطبوعة بمخلفات وتداعيات الأزمة السياسية التي عاشتها بلادنا طيلة 6 أشهر كاملة، نتيجة تعثر تشكيل الحكومة انطلاقا من الانتخابات التشريعية التي عرفتها البلاد يوم 7 أكتوبر من السنة الماضية. نناقش هذا المشروع وسؤال الامتحان الديمقراطي الثاني في ظل الإصلاح الدستوري لا زال مطروحا، وإشكالية المنهجية الديمقراطية في ظل الانتقال الديمقراطي موضع تساؤل كذلك. نناقش مشروع قانون مالي يعتبر من مخلفات الهدر التشريعي لدورة تشريعية شبه بيضاء، بعدما تعذرت المصادقة على هذا المشروع في 31 دجنبير من السنة الماضية نتيجة تعثر تشكيل الحكومة لمدة تجاوزت 6 أشهر. نناقش مشروع قانون مالي استثنائي لأنه من إنتاج حكومة انتهت ولايتها منذ أكثر من 6 أشهر، لأنه يترجم اختيارات وترجمة وتوجهات برنامج حكومي انتهى هو أيضا بانتهاء الحكومة التي أعدته في سياق سياسي مغاير. نناقش مشروع قانون مالي استثنائي لأن حكومة تصريف الأمور الجارية شرعت في تنفيذه منذ بداية السنة المالية الحالية، بعدما لم يتم التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017 قبل 21 دجنبير من السنة الماضية، ولجأت إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة واستخلاص المداخل
طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها كما ينص على ذلك الفصل 75 من الدستور. نناقش مشروع قانون مالي يفتقد للتمثيلية الديمقراطية لأنه لا يعكس توجهات واختيارات الأغلبية الحكومية الحالية التي أفرزتها صناديق الاقتراع ليوم 7 أكتوبر. نناقش مشروع قانون مالي انتقالي لأنه لا يترجم توجهات واختيارات مضامين البرنامج الحكومي الذي على أساسه حازت الحكومة الحالية ثقة مجلس النواب. نناقش مشروع قانون مالي يفتقد لأي توجه يرمي إلى الاستثمار الحقيقي للرأسمال اللامادي الذي يبقى الدعامة الأساسية للنمو عندما تعطى الأسبقية للرأسمال البشري وفي مقدمته التعليم والرأسمال المؤسساتي الذي بني على أسس إصلاح الإدارة والقضاء وترسيخ الحكامة الجيدة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، ثم الرأسمال الاجتماعي عبر العناية بالشباب وتكريس التضامن الاجتماعي. فلماذا إذا نناقش مشروع قانون مالي هذا أعدته حكومة انتهت ولايتها منذ أكثر من 6 أشهر؟ ألا يعتبر هذا الوضع وضعا نشازا؟ ألا يعتبر هذا مسا حقيقيا بمبدأ الاختيار الديمقراطي باعتباره إحدى ثوابت الأمة؟ ألا يعتبر هذا مخالفا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ السيد الرئيس، ألم يكن من الأجدى تقديم مشروع قانون مالي تعديلي تضع من خلاله الحكومة الحالية لمستها السياسية وتترجم اختياراتها وتبلور مضامين برنامجها خلال ما تبقى من السنة المالية لتعطي بذلك الإشارة القوية لإرادتها السياسية في تنفيذ برامجها ما دامت غير مسؤولة عن ميزانية لم تساهم في إعدادها أولا وفي تنفيذ جزء كبير منها، خاصة وأنها مطالبة بتقديم حصيلة ما تم تنفيذه منها واستعراض الخطوط العريضة لمشروع الميزانية المقبلة في أقل من شهرين. كنا نأمل أن نناقش هذا المشروع في ظل إصلاح جبائي يضمن العدالة الضريبية ويخفف الضغط الضريبي من خلال توسيع قاعدة الوعاء الضريبي لتشمل مختلف مجالات الثروة بما فيها الضيعات الفلاحية التي تستغل للنزهة والترفيه بدل الإنتاج الفلاحي، الأراضي الفلاحية القابلة للزراعة التي لم يتم استغلالها. كنا نأمل أن يتضمن المشروع تدابير من شأنها الشروع في إصلاح إداري حقيقي تصبح معه الإدارة في خدمة المواطنين في خدمة الاستثمار بما يضمن بالفعل تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تطوير نموذج الحكامة ومحاربة الفساد والريع بما في ذلك تمكين مجالس الجهوية الحسابات من الموارد البشرية اللازمة والإمكانيات الضرورية حتى تقوم بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب. وكذلك الشأن بالنسبة للمفتشية العامة التي أضحت اسما بدون مسمى، وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة من المؤسسات التي تدخل في إطار الحكامة. كنا نأمل أن نجد في هذا المشروع ما يؤشر لإرادة سياسية حقيقة لانطلاق تفعيل مضامين البرنامج الحكومي لإخراج ساكنة العالم القروي من وضعية الفقر والتهميش والتيئيس والإقصاء والعزلة التي لا زالت تعاني منها. فبعدما أكدت تقارير البنك الدولي أن أكثر من 5 ملايين مغربي مهددون بالوقوع في حافة الفقر وانخفاض وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية بعدما التخلي عن دعم فئات الطبقة الوسطى. إذن فكل أملنا هو أنه هذه الحكومة كنا نأمل وأن تتولى الحكومة برنامج سريع وفعال من أجل تنمية البادية من أجل تنمية العالم القروي في 6 المجالات، وخاصة التركيز على رفع العزلة بفتح المسالك والطرق الرابطة بين الجماعات وبين الظواهر، وكذلك خلق تعليم حقيقي وتعميم التعليم بالبادية، وكذلك السهر على الصحة والماء والكهرباء. الكهرباء بذل فيها مجهود، ولكن بالنسبة لهذه القطاعات التي أشرت إليها هي سبب المشاكل البادية وهي سبب المشاكل التي تؤدي إلى الهجرة نحو المدن وبالتالي هي مشاكل المدن. إذن فالعناية بالبادية هناك برنامج طموح، هناك صندوق التنمية القروية، نتمنى أن يسرع ويترجم في شكل مشاريع سريعة ومعممة على سائر البادية المغربية. إذن كنا نأمل أن يأتي مشروع بتدابير كفيلة لدعم المقاومة المغربية بالفعل
ومعالجة وضعية العديد منها المهددة بالإفلاس انسجاما مع توجهات البرنامج الحكومي. وكما عبرتم عن ذلك السيد وزير الاقتصاد والمالية في كلمتكم بمناسبة تقديم مشروع الميزانية ما تبقى من السنة المالية الحالية، وذلك بعدما وصل عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها في سنة 2016 أكثر من 7000 مقاولة، خاصة منها المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا بسبب تراجع النمو الاقتصادي الوطني الذي لم يتجاوز 2%، بالإضافة إلى التأخير الحاصل في أجال تسلم هذه المقاولات لمستحقاتها بسبب تعثر تشكيل الحكومة. كما نأمل أن يأتي مشروع بتدابير من شأنها تحسين الوضع الغذائي في المغرب، دون أن نشير إلى الأرقام أن هناك 4% من المغاربة يعانون من سوء التغذية، وهذا رقم مشكوك فيه. هناك أكثر من 4% من المغاربة يعانون من سوء التغذية، وخاصة ساكنة العالم القروي وساكنة الأحواز المدن. ما نقولوش 4%، هذا الإحصاء أنا طبيعة الحال ليس صحيحا. هناك أكثر من 4% اللي كيعانيوا سوء التغذية، ماشي 4%. عن أي تنمية نتساءل عنها نتحدث عنها في يعني هنا، عن أي تنمية فلاحية تحققت؟ هناك طموح، هناك بذل برنامج يعني عمل، لكن أنه لم يصل إلى المبتغى، لم يصل إلى انتظارات، لم يترجم انتظارات المواطنين. إذن عن أي تنمية جبلية كذلك هناك برنامج، هناك طموح، لكن على مستوى الأرض لا شيء. تنمية المناطق الجبلية والقروية أن احنا أولاد البادية عارفين، ما كاينش كلام فقط. هذه سنوات ونحن نتغنى هذه الأغنية وهذه الأنشودة، تنمية العالم القروي، تنمية المناطق الجبلية، لا شيء من ذلك تحقق بكل صراحة، ومعظمنا يهتمون إلى العالم القروي. إذن فلذلك أقول لماذا عجزت بلادنا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي يعني الغذائي رغم البرامج والاستراتيجيات التي رصد لها ملايير من الدراهم، بما في ذلك المخطط المغرب الأخضر ومخطط اليوتيس المتعلق بالصيد البحري. هذا يعني أن هذه المخططات بطبيعة الحال لم تدرس بعناية، إذن في حاجة إلى تعديل. هي مخططات طموحة لكنها لم تحقق النتيجة المرجوة منها إلى يومنا هذا. إذن سيد الرئيس، علينا أن نعترف بأن هذا المشروع يفتقد لمؤشرات حقيقية من أجل دعم التشغيل وتوسيع قاعدة الفرص، وبتقليص معدل البطالة إلى 8% كما جاء في البرنامج الحكومي. فلذلك كذلك هاجسون ما ينتظره المغاربة من هذا القانون المالي ومن البرنامج الحكومي هو أن يجد نفسه ضمن سطور هذه، ضمن يعني أرقام هذه الميزانية، وخاصة في مجال الشباب والمعطلين بفئاتهم وبدرجاتهم وبمستواهم المختلف. فلذلك حين نتحدث عن 23,000 منصب و700 وزيادة، بمعنى أننا دون أن نستحضرك من واحد فقد الشغل، بمعنى المحال على التقاعد. إذن فهذه الأرقام كافية لامتصاص عطالة الخريجين ومن الشباب المغربي؟ بطبيعة الحال لا. وهذا يعني كذلك أنه فهل سيتم تدارك الأمر يعني خلال يعني السنوات القادمة؟ ونتمنى إن شاء الله أن لا نعتمد فقط على المجهول، على المطر. يجب أن يكون اقتصادنا مهيكلا هيكلة سليمة من شأنها أن تساعد على جلب الاستثمار الأجنبي والوطني، وكذلك أن تفتح باب الاستثمار والتشجيع للمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا، وكذلك الحفاظ على الطبقات الوسطى كمحور أساسي في التنمية الاقتصادية. إذا السيد الرئيس، إذا كان السيد رئيس الحكومة وصف البرنامج الحكومي بالطموح والواقعية، فإن مشروع القانون الذي سنناقشه اليوم يبقى بعيدا عن أي طموح ولا يعكس أي واقعية، لكونه لا يستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين ومعالجة القضايا المطروحة في مختلف المجالات الاقتصادية، بما فيها توفير الشروط الملائمة لتحسين كما قلت مناخ الأعمال يجد فيه المستثمر المغربي والأجنبي على حد سواء ذاته، ويعمل على خلق الثروة وتحريك عجلة الاقتصاد، وكذا المجالات الاجتماعية بما فيها الوضع الصحي
وهنا أقول وأؤكد كذلك مرة أخرى بأنه الوضع الصحي في المغرب يعني الصحة في المغرب، القطاع الصحي في المغرب في حالة إلى إنعاش سريع. راه مريض، ورغم بطبيعة الحال رغم المجهودات التي بذلت ماشي كافية. راه الوضع الصحي، وأتمنى من الحكومة والوزارة أن يقوموا بزيارات مفاجئة إلى المركبات الاستشفائية لتقفوا عن قرب بطبيعة الحال، والله إلى أنها عبارة عن مجازر. واحد مهرس من هنا، واحد كيتبكي من هنا، المراه كتولد هنا. اسيدي ندير واحد المجهود. انا ما كرهتش هذه الميزانيه كلها نوجهوها لقطاع الصحه والتعليم، والمره الجايه نفكروا في شيء اخر من اجل على الاقل استرجاع الثقه في نفوس المغاربه بان هناك من يحميهم اذا مرضوا. هذا هو الاساس، ونشعرهم بانه مقعدهم في التعليم متوفر. راه اذا صلحنا هذا القطاعين معا، بالخصوص قطاع التعليم والصحه، راه غادي ننطلقوا، غادي نقتنعوا، يعني نقلعوا في التنميه. فلذلك نتمنى ان شاء الله ان الحكومه تفهم هذا الوضع هذه، وراه كل شيء عارفها. راه كل شيء عارف بانه الوضع الصحي مقلق والوضع التعليمي مقلق، يعني مجموعه من القطاعات في وضعيات ليست سليمه. نتمنى انها يعني لا تصلح في اقرب وقت ممكن. ومع ذلك حرص الفريق الاستقلالي وحده التعادليه على تقديم مجموعة من التعديلات تستهدف إغناء مشروع وتجويده، ولكن الحكومة للأسف تعاملت مع هذه التعديلات بمنظور يؤكد غياب أي إرادة سياسية للإصلاح، عندما تقدمنا باقتراحات تروم الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض الكماليات، المواد الكمالية كالطائرات السياحية والدراجات المائية واليخوت وبواخر الترفيه والسيارات الفاخرة والمجوهرات الثمينة والرخام المستورد وغيرها من مظاهر الثراء الفاحش. هذه راه غادي نجيبوا منها فعلا، ولكن راه شكون اللي كيجيب؟ راه المغاربه اللي كيجيب. لا نقولوا بان هنا نشجع على الاستثمار، هادشي راه كتبقى عندهم، لا يستفيد منها اي شيء الا اصحابها. وعلاش ما نديروش عليها ضرائب؟ ولا حنا كنستهدفوا الدكاكين الصغيره والبسطاء والموظفين والطبقات المتوسطه؟ هذا لا. كما تقدمنا بتعديلات للرفع من سعر الضريبه على العربات الفاخره المستعمله من طرف الدوله والجماعات الترابيه. ما كايناش، علاش خصنا نديروا فيها الضريبه ونرفعوها؟ وبالمقابل تقدمنا بالتعديلات ترمي الى اعفاء العربات النفعيه التي يستعملها الشباب العاطل كمصدر للعيش. فأي منطق تتعامل به الحكومة في تدبير سياستها الجبائية عندما ترفض تضريب المواد الكمالية ولا تقبل إعفاء الأنشطة المدرة للدخل والعيش الكريم؟ نتمنى أن تتدارك الحكومة في الميزانية المقبلة التي شرعت في إعدادها مجموعة من الهفوات والنقائص التي جاء بها مشروع القانون المالي، ما دامت الميزانية السنوية تعتبر أداة لتدبير السياسة العمومية والبرامج الحكومية وتطبيق الاستراتيجيات القطاعية لما فيها خدمة التنمية البشرية في شموليتها. ويبقى هذا القانون المالي كسائر القوانين المالية السابقة هي عبارة عن نسخة تبقى الأصل، ويبقى بطبيعة الحال نردد نفس الكلام ونردد نفس الطموح والآمال والأحلام في انتظار الذي يأتي وقد لا يأتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.